وسميت الطحاوية لأنها منسوبة إلى الإمام الطحاوي رحمه الله. هذه العقيدة في جل مباحثها موافقة لما عليه أهل السنة والجماعة وأتباع أئمة المذاهب الأربعة. قلنا موافقة في مجملها لأنهم ارتضوها ورووها ونصحوا بها لاشتمالها على عقائد أهل السنة والجماعة، لكن على وجه الإجمال وليس على التفصيل. ولهذا ذكر الصالح آل الشيخ رحمه الله الوزير والعالم الكبير وله شرحه على الواسطية، يذكر عن بعض أشياخه أنه كان يتحاشى تسمية هذه العقيدة بعقيدة أهل السنة والجماعة، ويقول هي عقيدة الطحاوي لسبب واحد، هو أن في بعض فصولها وفي أشياء قليلة جدا، وسوف نذكر هذه الأبواب التي انتقدت على الإمام الطحاوي وهي في باب الإيمان، أنها لم تكن على مذهب أهل السنة والجماعة، ومعظمها وغالبيتها في معتقد أهل السنة والجماعة. فكان يتحاشى تسميتها بعقيدة أهل السنة والجماعة ويقول هي عقيدة الطحاوي.